ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتورة نورة، وده اول فيديو على قناتنا كبسولة وعي. هنا مش بس هنتكلم على الدواء، لا احنا هنفهمه ونفهم جسمنا والاعراض اللي بنحس بيها وازاي نتعامل معاها بطريقة مظبوطة. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. مساء الخير يا جماعة، جاهزين؟ يلا بينا. عارف لما تحس ان معدتك مولعة والحرقان طالع على صدرك والمرار واصل لزورك، او لما تاكل اكله تقيله وتحس ان الاكل كاتم على نفسك ومش قادر تاخد نفسك ومخنوق، تفتكر ده عسر هضم ولا حموضه؟ تعالى بينا نعرف الحكايه. بص يا سيدي، الحموضه ده يعني الحمض اللي موجود في المعده، او ال HCl، او العصاره الحمضيه او العصاره المعديه، اختلفت الالقاب والمغزى واحد. المهم ان الحمض ده لما بيطلع ويوصل للمريء اللي ما يقدرش يستحمل قوه الحمض ده لفتره طويله زي المعده، فبالتالي بيلتهب وبتحس باعراض الحرقان اللي طالع على صدرك، بتحس لو وصل لزورك بطعم المراره في بقك، واعراض تانية كتير هنتكلم عنها قدام. طيب بالنسبه لعسر الهضم، هقول لك عسر هضم ملوش علاقه خالص بالحمض ده. الاكل متهضمش كويس، بتحس بتقل وامتلاء في فم المعده، في حاجه كاتمه على نفسك، تحس نفسك مخنوق، في انتفاخ، في غازات، في اعراض كتير جدا هنتكلم عنها برضو بعدين. تمام كده احنا عرفنا الفرق بين الاتنين. والنهارده هنكون بنتكلم على الحموضه، الاعراض والاسباب وطرق العلاج، وايه الحاجات اللي المفروض ان انا اتجنبها وقت ما يجيلي حموضه، وايه الحاجات اللي ما اعملهاش عشان ما يجيليش حموضه. يلا بينا نكمل حلقتنا. بس هنكون بنتكلم على الاسباب. من ضمن الاسباب ان انا اكل اكل تقيل او متاخر وانام بعديها على طول زي المقليات مثلا. تاني حاجه هقول لك ان انا البس لبس ضيق خصوصا حوالين المعده بعد الاكل مباشره. 3 الكافيين والتدخين، الحاجات دي كلها بتزود مشاكل المعده. رابع حاجه الحمل او زياده الوزن، لانهم بيضغطوا على المعده فبالتالي ما بيخلوش المعده تشتغل بشكل كويس. خامس حاجه في عندي ادويه كتير ممكن تسبب المشاكل دي وخصوصا مشاكل الحموضه زي الاسبرين او المسكنات. طيب هتقولي ليه؟ هقولك في عندي في المريء عضله اسمها العضله العاصره. دي اهميتها ايه؟ بتسمح بمرور الطعام للمعده وتمنع خروج الحمض من المعده للاماكن التانيه. فبالتالي انا عماله اخد مسكنات كتير على الفاضي والمليان، عماله اخد الاسبرين على الفاضي والمليان، فالحاجات دي هتعمل ايه؟ بترخي العضله دي، بتوسع العضله دي، فبالتالي هي فتحت البوابه للحمض ان هو يطلع ويخرج ويروح للاماكن التانيه اللي هي مش المكان الطبيعي بتاعه، فيطلع يعمل لي التهابات شديده لانه عامل زي الماده الكاويه، فبيحرق لي الاماكن التانيه ويبوظها لي. فبالتالي وهو طالع حرق لي الصدر، عمل لي حرقان في صدري نتيجه الالتهابات اللي عملها، وهو طالع هيعمل لي حرقان في الزور، هيعمل لي مشاكل كتير جدا هنتكلم عنها بعدين. المشاكل ديت بسبب ان هو موجود في مكان مش مهيأ ليه، ده مش مكانه الاصلي، مكانه الاصلي في المعده، هو كده خرج في مكان تاني فبدأ ان هو يحرق لي الدنيا وعمل لي التهابات شديده. تمام. في ادويه كمان برضو ممكن تعمل المشكله دي زي الكورتيكوستيرويدز اللي هي الكورتيزون، والنايتريت، الفوسفودايستريز انهبيتور، الكالسيوم تشانل بلوكرز، كل الحاجات دي ممكن تعمل لي نفس المشاكل دي. طب والاعراض اغلبيتها قلناها، احنا قلنا ال HCl دوت عامل زي الماده الكاويه طالعه في مكان مش في مكانها، فعماله بتحرق في اي حاجه هتشوفها، فعملت لي حرقان في الصدر، عملت لي التهابات شديده، طلعت بوظت لي الحنجره فعملت لي بحه في صوتي. ممكن كمان نتيجه الالتهابات الشديده اللي بتعملها تعمل لي نزيف جوه، فتلاقي الشخص بيرجع دم او في دم في البراز، فبالتالي الحالات دي بتتوجه للدكتور فورا. طب والعلاج يا دكتوره؟ هقول لك العلاج سهل وبسيط، محتاج ان انا اعادل الحمض ده، فهدي مضاد حموضه انتاسيد زي ملوكس وفوار فواكه. الحاجات دي ليها ميزه حلوه قوي، مفعولها سريع فبتخفف لي الاعراض بسرعه، بس مشكلتها انها ما بتقعدش كتير في الجسم. ويفضل ان انا اديها مع الجينيت اللي هو الجافسكون. الجافسكون ده ليه ميزه حلوه لانه بيعمل طبقه عازله على الحمض، فبالتالي يمنع ارتجاعه للمريء، فمش هيطلع لفوق تاني ومش هيسبب لي الحموضه. طيب في حاجه احسن؟ اقول لك ده انا عندي H2 بلوكر زي الحاجات اللي فيها فاموتيدين، رانيتيدين، السيميتيدين، النيزاتيدين. الحاجات دي كويسه جدا والحاجات دي موجوده في السوق على الاشكال دي. طيب هي اهميتها ايه بقى؟ انها بتقلل انتاج الحمض اصلا، فبالتالي هي بتتاخد قبل الاكل بساعه، بس خلي بالك مفعولها بطيء مقارنه بالانتاسيد، فبالتالي مش هتخفف لي الاعراض بسرعه، فانا ممكن اخد انتاسيد عشان يخفف لي الوجع اللي انا حاسس بيه عقبال ما ال H2 بلوكر تشتغل. وعندي ده ادويه زي البروتون بامب انهبيتور، دي البيك بوس بتاعهم
الادويه اللي فيها اوميبرازول، بانتوبرازول، ايزوموبرازول، رابيبرازول، الحاجات دي كويسه جدا جدا جدا، هي الحاجات اللي موجوده في السوق على الاشكال دي. طيب دي بقى الباشا بتاعهم ليه؟ هقول لك لانها ممتده المفعول 24 ساعه، يعني باخد قرص في اليوم، فبالتالي انا بستخدمها مع الحالات الشديده والحالات المزمنه، فبالتالي لازم ادي معاها مضاد حموضه علشان يخفف لي الاعراض شويه عقبال ما هي تشتغل، زي ال H2 بلوكر. وطبعا عشان اقلل مشاكل الحموضه في حاجات لازم امشي عليها، زي ان انا اقلل شرب الكافيين او التدخين او الحاجات اللي احنا قلنا عليها. ما ينفعش ان انا البس لبس ضيق حوالين المعده بعد ما اكل على طول، ما ينفعش ان انا اكل وانام، فلازم اوقف اكل قبل النوم بساعتين على الاقل، وكمان اكل على مهلي واتجنب الاكل الحراق او المقليات الكتير. دلوقتي في شويه حاجات لازم اخلي بالي منها وما ينفعش ان انا اعملها، زي ما ينفعش ان انا ادي بروتون بامب انهبيتور مع H2 بلوكر، لان الاثنين ممتدين للمفعول وبيقعدوا فتره طويله، فبالتالي ممكن يحصل رياكشنز كتير وممكن يحصل تفاعلات كتير. تاني حاجه ما ينفعش ان انا ادي بروتون بامب انهبيتور مع واحده حامل او واحده بترضع، كمان ما ينفعش ادي مضاد حموضه فيه صوديوم مع الحوامل او المرضى الممنوعين من الصوديوم في الاكل بتاعهم، زي المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب او الكلى او الكبد. كمان لازم اخلي بالي ان لو اعراض الحموضه امتدت فتره طويله وما بتخفش بالعلاج، وكمان الاعراض زادت وامتدت لاماكن تانية زي الذراعين، فده ممكن يقول لي ان عندي مشاكل في المراره او مشاكل في القلب، فلازم اروح للدكتور فورا. وكمان زي ما قلنا الناس اللي بترجع دم او في دم في البراز لازم يتجهوا للدكتور فورا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم. ونيجي لاخر سؤال في حلقتنا، وهو تفتكر ليه ما ينفعش استخدم مضاد الحموضه لفتره طويله؟ مستنيه اجابتكم في الكومنتس. دمتم بخير.